تعال اقول لك على تكنيك تقفل بيه اي بيعه. مشكله السيلز الايام دي ان هو بيلاقي ان العميل بيهرب منه، ما بيعرفش يتمم البيعه كويس جدا. فخلينا نشرح مع بعض كده تكنيك جديد ممكن تقفل بيه البيعه. كان ليا واحد صاحبي بياع في معرض عربيات، كان مشكلته ان كل ما عميل بيجي له يتفرج على العربيه وينبهر بيها ما بيتممش البيعه. بيقول له طيب هاخد لفه واجي لك اشوف البادجت بتاعتي واكلمك تاني. اقترحت عليه ان هو يغير التكنيك بتاعه شويه، يعني ما يتكلمش عن مميزات العربيه في الاول على قد ما يتكلم عن الفرص الضائعه اللي ممكن العميل يفوتها لو هو ما اشتراش العربيه دلوقتي. وفعلا عميل جاله في يوم فبدا يكلمه على ان العربيه ديت عليها اوفر النهارده. طب لو العميل ما اشتراش النهارده بكره الاوفر ده هيروح، لان في موديلات جديده داخله علينا واسعار العربيات بتتغير. فقبل ما يكلموا عن المميزات كلموا عن البادجت، وده اللي اغلب العملاء بيبقى بيتكلموا فيه. وبعد ما كلموا عن ان الاوفر ممكن يروح منه خدوا في تيست درايف، ركبوا العربيه وخلاه يحس شعور العربيه الجديده، يشوف الفيتشرز اللي فيها، الاوبشنز. التيست درايف ده حمس العميل زياده ان هو يتم بالبيع. نزل من العربيه وكان بيمضي العقد. صاحبي هنا استخدم تكنيك اسمه ذا ناو اور نيفر كلوز، يا اما تتمم البيعه دلوقتي يا اما البيعه كلها هتضيع منك. في كتاب ذا ارت اوف كلوزنج ذا سيل، براين تريسي بيكلمنا عن ان البياع الشاطر هو اللي بيعرف امتى بالظبط يقفل البيعه وامتى بالظبط يخلي العميل يشتري المنتج اللي هو عايز يشتريه.